يو ويس جود، نهار جديد موتيف جديد. اليوم غندويو على البروجي القديم الجديد ديال بوز بي سكتش، ماشي الاسكا كما بداو تيقولوا بعض العناصر من اللي سمعوا واحد العنصر او بي اللي قديم. تنقول بروجي قديم حيت الرول اوت ديالو بدا هذه مده، بدات البرومو ديالو غير تنظن بحكم الظروف اللي كان تيمر منها جواد والعراقيل اللي كانت، داكشي علاش طلع لينا البروجي. ومن النهار الاول ملي انونسات على اساس انها غادي تكون او بي سكتش وجديد، لان عندنا بزاف المعلومات جديده، منها لا دات اللي غادي يخرج فيها اوفيسيال 27 في شهر 3. قيد عندك ضرب على ديك البوطونه ديال صابوني اللي كانت حمراء ردها كري. كان التراك ديال الاسكا اللي سمعناه كان خرج بوحدو، التراك اللي بان في وسط التراك ليست جديده اللي يلاه خرجات وغندويو عليها هو الاوترو. مي كنظن انا ما غاديش يكون هو الاوترو، كنظن داك التراك ليست غيتبدلوا فيها بزاف ديال الامور. غنقول لكم علاش في وسط الفيديو. التيزر اللي شفتو فيه بزاف ديال اللعيبات، بزاف ديال لي سيني ولي سيمبول، الالغام الغاز اللي الا حليتيهم تيعطيوك واحد الفكره على الدي اي الفيزيون ارتستيك ديال هذا البروجي. دونك تقدر دير بعض التأويلات والتوقعات ديال شنو يقدر يكون في هذا البروجي هذا. الفيديو اللي ديجا درت بحالو تيزر ديال 112 واللي عجبكم بزاف، وكان خوز عقل تخلى فيه واحد الكومونتير تيقول وقيلا جا وقتي. راكم عارفين كان طرا مشكل في لاشين، ما كنتش متوقع ان بنادم تيعيق بها ولا يسوق بها الخبر بلا وقع ليها شي حاجه. مي كنتو بزاف اللي جيتو كتسولوني شنو كاين. حاجه واحده اخرى هي ما غاديش تبقى تشوفوا لي ستريم بزاف في لاشين، مره تبداو تشوفوهم في يوتيوب، ولكن الاغلبيه غادي يكون في تويتش ولا ديسكورد، حيت مشكل ديال الكوبي رايت زعما ما كاين ما يتخبى. كومونتير واش ندير في تويتش ولا ندير في كيك، لان ما قادرش نديسيدي، ما عارفش الكوميونيتي ديالي فين كتكون. والمشكل ديال لاشين راه تحل، زعما مطرقه مسمار تطرق، مازال شي مسامر واحد اخرين غيتطرقوا بالحق هذوك تنسى ليهم. شوفك مور الانترو دوز حيد. قبل ما ندوي لك على التيزر ضروري ما ندوي لك على ثلاثه ديال الافلام. علاش؟ حيتاش فيهم واحد لي ريفيرونس باش تفهم من بعد شنو طاري. ضروري ما يكونوا عندك في دماغك، حيتاش عليهم غادي تبني كاع الافكار ديالك. الفيلم الاول اللي غندوي عليه هو في فور فونديتا. الفيلم اللي طرات الاحداث ديالو في واحد الوقيته اللي كانت الانجليز تحت واحد النظام قاصح بزاف، واحد النظام ديكتاتوري اللي كان مسيطر على كل شيء باش يسيطر على حريه التعبير. ملي تنقول كل شيء تنقول التلفازه، الاخبار، كانت حظر التجول، واي واحد كيخرج على السطر كانوا كيغبروه. الشخصيات الرئيسيه ديال هذا الفيلم كان في اللي هو البطل، وواحد الشخص اللي كان غامض بزاف حيتاش ديما داير الماسك. هذاك الماسك اللي قلت لكم هو نيت تبناتو المنظمه ديال الهاكرز ديال انونيموس. We are anonymous. واحد الانسان اللي كان ذكي وكيعرف يقتل، وكان عنده هدف واحد دارو بين عينيه هو يطيح الحكومه اللي كان كيشوفها ظالمه، وكان بغى ينتقم من الناس اللي عذبوه في الباسي ديالو. الشخصيه الثانيه اللي هي بنت سميتها ايفي. هاد البنت كانت بنت عاديه خدامه في التلفازه، صدقات مخلطه في هاد المشاكل من بعد ما عتقها في من واحد البوليس فاسدين كانوا غاديين يتعداو عليها. هاد البلان هذا ديال الثنائيه ديال بطل معاه عشيره كتكرر بزاف ورد ليها البال لان غندويو عليها من بعد. اهم الاحداث ديال هذا الفيلم هي في البدايه فيكي بدات الثوره بتفجير واحد من المباني الحكوميه قدام كاع الناس، وكيختار القناه الرسميه ديال التلفازه اللي كانت متحكمه فيها الدوله باش دير البروباغندا ديالها، وكيوجه واحد الرساله للشعب كيقول لهم بلا خاصهم يفيقوا ويواجهوا الخوف، وكيوعدهم باللي نهار 5 نوفمبر العام الجاي غادي يفرقع واحد من المباني الحكوميه. ثاني حدث مهم في هذا الفيلم هو الخطه ديال الانتقام اللي كيبدا في كيصفيها لواحد الناس، واحد القصيص، واحد الطبيبه، واحد المسؤولين، كيبدا كيصفيها عليهم واحد بواحد. هادو هما اللي كانوا
كيديروا تجارب بيولوجيه سريه على المساجين محابسيه، كونسيبت اللي كيرجع بزاف في هذا الاو بي هذه لحد الان كيبان ليا. وفي البطل كان هو الناجي الوحيد من ذاك الحبس، ومن ثم جاتو ذاك القوه وذاك الجهد اللي كان مخبيه مورا ذاك الماسك. الحدث الثالث غادي يكون هو التحول ديال ايفي، رايت تو داي هومي ديال في. كيحبس ايفي عنده في كيحبس ايفي عنده، وهذا البلان هذا ديال في والريمات ركز معاه لان تا هو مهم. In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both 2 hours later. both. So let me simply add that it is my very good honor to meet you, and you may call me V. في كيحبس ايفي عنده باش يحميها، ومن بعد كيدوزها من واحد التجربه قاسيه بزاف كيخليها تحس بلي راها مسجونه ومعذبه غير باش يهرب منها الخوف. فاش خرجات ولات بنت قويه وما بقات خايفه من حتى شي حاجه حتى من الموت. الحدث الرابع اللي هو النهايه كيوصل نهار 5 نوفمبر، كيتواجه مع الرؤوس الكبار ديال الدوله وكيقتلهم. Take off your mask. No. You're like me. The only thing that you and I have in common, Mr. Creedy, is we're both about to die. How do you imagine that's going to happen? My hands around your neck. Kill him. My turn. ولكن كيتجرح واحد الجرحه خايبه وكيموت بسببها. ايفي هي اللي كتكمل المهمه وكتصيفط واحد التران عامر بالمتفجرات علينا كتصيفط واحد التران عامر بالمتفجرات، وفي ذاك اللحظه الالاف ديال الناس كيخرجوا للزنقه لابسين كاملين نفس الماسك ديال في وكيتفرجوا في المبنى وهو كيصفر كرمز للحريه. وهذو من الرموز اللي خصك تعقل عليهم. بعدا بين قوسين اي حاجه اللي كندوي عليها في هذا الفيديو راه ماشي واقع، فهمتي؟ لان خصك تفهم الراب كموسيقى وبوز كارتيست براسو كيخدم بواحد الحاجه بزاف اللي سميتها السيمبوليزم، الفكره، والفكره لا تموت. دونك ما تكونش حمار في دماغك وتبغي تلصق ليا بيناتيات هذه ولا هذه عشيري. وي ديسكاسين ذا ايديا، كنناقشوا الفكره، واحد البروجي ارتستيك تنشوفوه علاش داير. الفكره ديال هذا الفيلم بما اننا داويين على الفكره، فالفيلم كيوصل واحد الرساله واعره، هي ان الافكار ما كتموتش بالقرطاس. Beneath this mask there is an idea, and ideas are bulletproof. وهنا كنفكرك في داك البلان ديال باي باي الطيارات الدم السلام كدا الكالاشنيكوف الميراج. الافكار ما كتموتش بالقرطاس، واخا مات في الفكره ديالو حريه بقات حيه في قلوب الناس. ندوزو للفيلم الثاني اللي بغيتو انا كندوي لك عليه. ديما دير الاسقاط على الفيلم اللي قبل منه، وديما دير على الاسقاط على البوز وشنو كتعرف عليه والموسيقى اللي سمعتي من عنده وبلانات هنا والهيه باش تعيش معايا الفيلم ديال ذا ترومان شو، اللي حتى هو من الافلام اللي كيخليوك تفكر بزاف. القصه والكونسيبت ديال هذا الفيلم هي تخيل معايا واحد خينا سميتو ترومان اللي ديجا جو دو مو، تلاعب بالكلمات اللي مقسمه جوج كلمات، ترو ومان انسان حقيقي. تفكرت صاحبي شنو كان مكتوب من الانسان انسان الى انسان حقيقي. الانسان ضروري ما خصو يدوز من طريق الانسان الاحمق. باغي نكون لعاب فيها الرجاء حقيقي. هذا الانسان حقيقي ترومان عايش واحد الحياة عادية ومثالية في واحد المدينة زوينة سميتها سي هيفن، اللي تهدي جو دومو اللي هيفن يعني الجنة، واحد البلاصة اللي خصها تكون مثالية. ترومان الانسان الحقيقي خدام في واحد الشركة ديال التأمين، عنده مرتو، عنده عشيرة والباست فريند ديالو، عنده جيرانو كيسلم عليهم كل صباح. ولكن في الحقيقة هي أن حياته كاملة كذبة. ترومان كان هو البطل ديال أكبر برنامج واقع رياليتي تي في شو في العالم. المدينة اللي عايش فيها في الأصل كانت غير استوديو عملاق، فهمتي؟ كانت واحد القبة حديدية مغلقة لداخل ديالها كلشي استوديو. الناس اللي دايرين به بما فيهم مرتو امو وصاحبه كلهم كانوا ممثلين، كيخلصهم واحد المخرج اللي سميتو كريستوف. هذا الانسان الحقيقي تولد وكبر قدام الكاميرات.
اكثر من 5000 كاميرا مخبيه عشيري، والعالم كامل كان كيتفرج فيه 24 ساعه على 24. هو الوحيد اللي ما كانش عارف باش ما يخرجش من ديك المدينه. المخرج دار ليه بزاف ديال العقد النفسيه من البحر، حيت داك البلاصه كان داير فيها البحر، فباش ما يخرجش من ديك المدينه واحده من الحوايج اللي دارهم هو ان غرق عليه باه هو صغير قدام عينيه، باه اللي تا هو كان ممثل فهمتي، ما عرق ما توزع. مي ترومان ما كانش عارف في الاعين ديال واحد صغير ان باه غرق في البحر، دونك بقى ديما عنده داك العقده والخوف من البحر. ولكن بما ان داك البرنامج كان لايف وفهمتي وكانوا فيه بزاف ديال الناس وما يمكنش تحكم في كل شيء، بداو كيوقعوا بشي اغلاط فهمتي، بحال الجليتش في الماتريكس. مثلا واحد النهار طاح عليه واحد البروجيكتور من السماء، بروجيكتور اللي طاح من السقف ديال الاستوديو. باي ذا واي هذا الفيلم هذا وهاد الافلام كامل اللي ذكرناهم وبما فيهم افلام واحده اخرين اللي سمعت الانسبيراسيون ديالهم في تراكات واحده اخرى ديال بوز، بيناتهم بزاف ديال العوامل المشتركه. وحده منهم هي ان المخرجين ديالهم عندهم واحد العبقريه في السيناريوهات واللعيبات، ماشي المخرجين بالضبط مي لي سيناريست وكاع الناس اللي خدموا فيهم، ديال ان عندهم واحد البيرفيكسيون في شي تويشيات وما كيديروا لكش داكشي عشوائيا. كاملين غادي تلقاهم عندهم واحد الفان بيز اللي اوبسيدي انها كتمشي وكتقلب على الاسرار ديال داك الفيلم. مثلا هذا البروجيكتور اللي كان طاح كانت مكتوبه فيها داك واحد السميه، هذيك السميه نفسها هي السميه ديال ديك النجمه اللي نورمالمون كون ما كانش داك القبه الحديديه كانت هي النجمه اللي غادي تكون في السماء. زعما الا درنا الايقاع العمودي فهمتي، الا شاف هكا في السماء هذيك هي النجمانيت اللي غادي تكون. الدراري اللي ما عارفينش راه كل نجمه عندها سميه فهمتي، راكم عارفين زعما بلا ما نحمق راسي في هذا البلانيت هذا. ما علينا، بوز البروجيات ديالو حتى هما دايرين بحال هكا، الا ركزتي فيهم ديما تيبقى يبانوا لك لي ليان بين هذا البروجي وبين هذا البروجي وبين شي احداث وقعوا وبين شي سويشات. كل ما كتسمع كل ما كتكتشف وحده حوايج جداد. وحده من الاغلاط اللي كانوا وقعوا هي الراديو ديال الطوموبيل اللي شت ليه بالصدفه الموجه التردد ديال المخرجين اللي كانوا كيوصفوا التحركات ديالو فهمتي، حيت كيدويو بيناتهم بالطولكي وولكي. الطولكي وولكي تيخدم فهمتي بحال الموجات ديال الراديو، الموجات الصوتيه كدا لي فريكونس اللعيبات. باش كتشد الطولكي وولكي خص تكون نفس الفريكونس في هذا وفي هذا، وشي مرات الا طحتي على واحد الفريكونس تقدر تدخل تصنت على الشرطه. ما ديرهاش إليغال، راه يشدوك يصيفطوك للحبس ويغرقوك عشيري ومن حقهم، لان هذيك داخله في جريد ميليتير فهمتي. داك اصلا داك الطولكي وولكي اللي غيشد داك الفريكونس ما خاصش يكون عندك. ما علينا، هربت على الموضوع عاوتاني رجع. واحد الغلط واحد اخر اللي كان وقع هي انه بدا كيلاحظ باللي نفس الناس ونفس الطوموبيلات كيتعاودوا كل نهار بنفس التوقيت فهمتي. لقى راسو داخل في واحد الروتين، كلشي كيتعاود، كلشي عنده نفس الريفلكس، نفس التويشيات، نفس اللعيبات. الماتريكس فهمت بغيت نقول لك، فكره ديال البحث عن الحقيقه. فترومان واحد الوقيته غادي يقرر يخرج ويهرب من هذا الماتريكس، يخرج من هذه المدينه باش يقلب على واحد البنت. عاوتاني رجعت بنت في القصه فهمتي. حضي معايا. صرعدو الباليو تحلي ماهوش شي فور شاد البوطون ايرجون ما قاري انا ما عندي الحق دك وما تسويش. المخرج كريستوف دار كاع المجهود ديالو باش يحبسو من انه يخرج، دار ليه الزحام في الدرب، كسر ليه الطوبيس، وحتى فاش ترومان ركب فلوكا واخا كان مخلوع المخرج صيفط ليه عاصفه اصطناعيه. زعما واخا كان مخلوع زعما تقاتل مع داك الخلعه ديالو واللعيبات، المخرج غيصيفط ليه واحد العاصفه اصطناعيه حيت داكشي استوديو باش يغرقوا ويخلعوا باش يرجع. النهايه ديال هذا الفيلم كانت واعره، ترومان ما استسلمش وبقى غادي بالفلوكه حتى وصل لواحد الحيط مصبوغ بحال السما. تما عرف باللي راه كان عايش في حبس كبير. المخرج هضر معاه من السما بحال شي صوت من الفوق فهمتي، الدلالات ديال داك البلان، وحاول يقنعو يبقى، وقال ليه باللي العالم الحقيقي راه خايب ومنافق، وهنا راك محمي فهمتي. هذه هي الكونفورت زون ديالك، يعني الا بقيتي معانا راك بخير، الا خرجتي راك غتعاني. ترومان دار واحد الحركه الشهيره ديالو، هي ضحك وقال لهم صباح الخير، مساء الخير، وتصبحوا على خير. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. وخرج من الباب الاستوديو للعالم الحقيقي. واحد التفصيل غادي نزيدو لكم على هذا الفيلم هذا، هو ان كانوا بزاف ديال لي بلون اللي تيبينوا لك كيبغيو يخشيو اشهار
وسط الحياه الحقيقيه ديال ترومان، حيتاش بالنسبه لي كانت هذيك حياه حقيقيه، وكانوا بالعاني كيديروا في شي لقطات اللي يديروا فيها اشهار شي بلاسمون دو برودوي، اشهار ديال شي ماركه ديال شي لعيبه. Look what I got free at the checkout. It's a chef's pal. It's a dicer, grater, peeler all in one. Never needs sharpening, dishwasher safe. Wow. That's amazing. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who are you talking to? I've tasted other cocos. This is the best. هذه تقدر تربطها بالحياه ديال الارتيست وكيفاش كلشي كيبغي يديرك في داك البوزيسيون ديال انه يشهر بك شي حاجه. علاش هذا الفيلم مهم؟ الفيلم كيناقش كيفاش الميديا تقدر تتحكم في الحياه ديالك، سورتو السوشيال ميديا دابا اللي نرجع كلشي رياليتي تي في شو، وكيفاش بنادم يقدر يقبل الواقع اللي كيتحط قدامه ولا ما يسول. وبوز ديما كترجع عنده هذا البلان هذا ديال الاسئله. ترومان الانسان الحقيقي كيمثل الحريه بنادم اللي كيقرر يخرج من المنطقه ديال الراحه ديالو، الكومفورت زون، فهمتي بنقول لك، باش يعرف الحقيقه واخا داك الحقيقه تكون صعيبه. الفيلم الثالث والاخر اللي غندوي لكم عليه هو الفيلم ديال الجوكر اللي كان فاش كان خرج كان دار واحد الضجه كبيره. الفيلم اللي عطينا القصه الحقيقيه ديال الكاركتير ديال الجوكر، وغيورينا الكاركتير اللي كان مخبي موراه وكيفاش حول داك الوحش اللي عرفناه حنايا ديما مخاري مع باتمان واللعيبات، فهمتي، داك الشرير الجوكر. آرثر فليك اللي هو البطل ديال هذا الفيلم هذا واحد خينا اللي درويش بزاف وقليل في الحاله ديالو زعما في صحته. كيسكن في واحد الدار قديمه في المدينه ديال غوثام سيري اللي تا هو كاين واحد المسلسل. داك المدينه هذيك عامره بالزبل، عامره بالاجرام، عامره بالفساد، وارثر كان عنده واحد المرض نفسي كيخليه يضحك بواحد الطريقه هيستيريه فاش كيستريسا، فاش كيتوتر، وهذا الشيء كيخليه ديما في مواقف محرجه وبحال الا منبوذ عند الناس. ارثر كان الحلم ديالو يولي كوميدي مشهور، فهمتي، ستاند اب كوميديان، ولكن حتى واحد ما كان كيديه فيه. بدات القصه ديالو، قصه ديال الحياه ديالو كتكفس عشيري بسبب بزاف ديال الضغوطات، منها القمع اللي كان كيتعرض ليه من الدراري اللي فهمتي اللي كانوا كيتنمروا عليه بسبب الحاله ديالو، منها الدوله اللي قطعت عليه المساعده وحبسات عليه الدواء، والحاجه اللي افاضت الكاس هي الخيانه فاش اكتشف واحد الاسرار خايبه على الماضي ديالو. غتجي واحد اللحظه غيتبدل فيها كلشي، فهمتي. واحد النهار هو راجع في المترو لابس واحد اللبسه ديال الكلون المهرج، هذيك هي الخدمه اللي كان كيدير، تعداو عليه تنمروا عليه واحد 3 ديال الدراري من صحاب الفلوس، فهمتي، الطبقه الارستقراطيه. فارثر فقد السيطره على راسو، جبد فردي قتلهم بدم بارد. وهاد لاكسيدون هاد الحادثه خلات الفقراء في المدينه يفرحوا، فهمتي، عجبهم الحال، لان هادوك كانوا دايرين خبله وبنادم، فهمتي، بحال طفح على الكيل ملي تلا الناس ماتوا، وداك الناس هادوك اللي نورمالمون خصهم يكونوا حزينين حيتاش مات شي واحد، عجبهم الحال واعتبروا هذا المهرج المجهول السميه اللي تلقى عليه بطل اللي كيقتل الاغنياء المتكبرين، فهمتش بغيت نقول لك. وتما غيجي التحول الكامل فين غيتولد لينا الجوكر عشيري. فارثر الجوكر ما بقاش كيحس بالذنب، بالعكس ولا كيحس باللي الضحكه ديالو ولات حقيقه. قتل الناس اللي غدروه في حياته، صبغ شعره بالخضر، دار مكياج المهرج ولبس الكوستيوم ديال الملون. في اللقطه الشهيره استدعاء المذيع موراي فرانكلين، ريبورتر ديال النيوز ديال الاخبار، فهمتي، هما عندهم بحال داك تونايت شو في امريكان، لعيبات بحال هكا. تندير لكم شي لقطه. المهم تم الاستدعاء ديالو في هذا البرنامج هذا باش يضحك عليه قدام الناس. هذاك الجورناليست كان بغى يضحك على هذا ارثر قدام الناس. ارثر مشى تما واعترف قدام الملايين ديال الناس في التلفازه لايف باللي هو اللي قتل داك الناس في المترو، وقال لهم باللي الكوميديا هي مساله نسبيه. وفي لقطه صادمه قتل المذيع مباشره على الهواء لايف عشيري. النهايه ديال الفيلم كانت هي الفوضى، فهمتي. الفيلم كيسالي بمدينه ديال غوثام وهي كتحرق، الناس كاملين خرجوا لابسين الماسك ديال المهرج وكيرسوا وكيقلبوا الطوموبيلات، واعتبروا الجوكر هو الزعيم ديال هذه الثوره
ضد النظام. الفيلم كيبين باللي الشر ماشي ديما كيتولد معنا، ولكن الاهمال والظلم وغياب الانسانيه هما اللي كيوصلوا بنادم لهذه الحاله. ارثر كان كيقول اخيب حاجه في المرض النفسي هي بنادم كيتوقع منك تصرف وكانك ماشي مريض. دابا السؤال الكبير شنو هو عندنا، شنو هو العلاقه بين هاد الافلام ثلاثه واخا القصص ديالهم مختلف. الافلام واخا عندهم قصص مختلفه بيناتهم واحد الكومن دينومينيتور، فهمتي، واحد الرابط مشترك اللي قوي بزاف. الا زدنا هارلي كوين للصوره واخا ما بانش في الفيلم اللي كان خرج على الجوكر في 2019، راها كتبقى واحد الجزء لا يتجزأ من الشخصيه ديال الجوكر، فهمتي، تنعرفوها كاملين وتنعرفوا القصه ديالها. سورتو في الفيلم فولي ادو الحماق بجوج. واش بيقول لي كنتلاقاو مع القاسم المشترك، هذا القاسم اللي هو التمرد على السيستم، فهمتي، rebellion against the system. هاد الافلام ثلاثه كيهضروا على واحد الشخص اللي لقى راسو محبوس في واحد النظام كاذب وظالم وقمعي. في اللي كان في فور فونديتا كيتمرد على ديكتاتوريه سياسيه. ترومان كيتمرد على نظام تلفزي كيتحكم في حياته. الجوكر وهارلي كيتمرضوا على مجتمع قاسي ونظام عقلي كيشوف بلا راه هو اللي بعقله وانت اللي حمق، وفهمتي هذاك عاوتاني عالم بوحدو. ديجا كنا هضرنا بزاف على العلاقه ديال الحماق بوز في تيزر ديال 112، الا ما كنتيش شفتيه سير شوفوه باش ما بقاوش كنعاودوا الهضره بزاف. العامل المشترك الثاني هو الماسك كأداة للتحرر، فهذه نقطة مشتركة كانت واعرة بزاف. في كان لابس الماسك حقيقي باش يولي فكرة، فهمتي، الماسك ديال بصح بالحق الكونسيبت فكرة، ماشي غير بنادم، ماشي الانسان غير الماسك، الفكرة ديال الماسك. الجوكر كيدير الماكياج باش يخرج الوحش اللي لداخل ديالو، وهارلي كوين طبيبة النفسية اللي كانت رزينة وزوينة وبعقلها، فهمتي، زين وتولي حرة. هذا هو البلان. ترومان الانسان الحقيقي في اخر ديال الفيلم حيد القناع ديال السعاده اللي كان خصو ديما يكون ضاحك حيتاش كان فارضها عليه المخرج، ورجع انسان حقيقي. الكومن دينومينيتور الثالث، العامل المشترك الثالث، هو الحب كطاقه كمحرك. هنا فين كتبان الاهميه ديال الشخصيات النسائيه عشيري، ايفري وفي وحتى من هارلي. والعامل المشترك الرابع هو الحقيقة المرة مقابل الكذبة الزوينة، فهمتي. الأبطال كانوا اختاروا يخرجوا من واحد الراحة مزيفة الكومفورت زون باش يخرجوا لواحد الحقيقة اللي قاسية. وكيجيني بوز اختار انه يواجه الحقيقة على انه يعيش الحلم ديال الارتيست ويبيع المبادئ ديالو باش يكون ترانكيل في بلايص واحد اخرين غير تأويل. خلاصة القول هو القاسم المشترك هو داك انك تضربك الفيقه، فهمتي، تجمع معك بالصرفيقه، الاويكنين، رجعت كنرابط بالفيقه الصرفيقه، داك الكونسيبت ديال هرس باش تبني من جديد. واخا الثمن شي مرات كيكون غالي عشير. قبل ما ندوزو نديرو الاسقاط ديال هادشي على التيزر، بغيت نخشي ليك في دماغك الفكره ديال التراك ديال الاسكا والكافر ارت اللي كانت فيه والريفيرونس اللي تعطات بترومان شو. اللقطه اللي كان وقف بوز سور سين ودار الحركه ديال الجوكر 112 فاش كان عطى دي ريفيرونس للكونسيبت ديال الجوكر وهارلي. وضروري ما غنكون نسيت شي حاجه اخرى، ما بغيتش نطول بزاف. لا سين كتفتح على واحد المنظر اللي فيه العزله، فهمتي، الغابه بالليل ما كاين حتى شي واحد، كاين غير واحد الحيوان اللور، فهمتي، حتى البيرسبكتيف كيلعب واحد الدور في هذا الاحساس ديال العزله. داك الحيوان حتى هو كيمتاز بالعزله حيتاش ماشي واحد الحيوان ديال القطيع، واحد الحيوان اللي كيتحرك بوحدو. انا بان لي عسيله، فهمتي، يقدر يكون تدب. المهم بجوجهم ماشي حيوانات ديال القطيع نورمالمون تيتحركوا بوحدهم. الا كان عسيله فراه عسيله كيتميز بداك البلان هذاك ديال انه يقدر يوقف قدام اي واحد، فهمتي، ما على بالوش باليارشي ديالك فين كاين نتايا في الترتيب ديال التسلسليه ديال السلسله الغذائيه. هكا تيقولوا لي القوي ياكل الضعيف، يعني من الاخر كون سبع ولا كون ضبع اللي طاح في المقله يتقلب ما على بالوش. الريفيرونس ديال لالاسكا الدوب القطبي وسيله تيكون في الكحل ما تيكونش في البيض. ما علينا، دوز حيد.
موراها غيدوز ديريكت البلان ديال بوز في الحبس. البلان اللي تنشوفوه اللي كان ديجا بعدا خرجت هذا الريل في الوقيته اللي كان فيها بوز في الحبس، كنحطو حاتم بايا شراوت ليه من هذا المنبر في كونت انستغرام ديالو. كيبان لك فيها الكاميرا جايه وكتبين لك البوز فين كاين في الحقيقه في الواقع، يعني داك لونفيرونمون ديال الحبس بالحاله اللي عارفين عليها الحبس كيفاش داير. وكيدخل الكاميرا بحال كتدخل لك لوسط دماغو، كتلقى واحد البيرسبكتيف واحد اخر ديال انه شايف واحد العالم جميل وزوين واخضر وفيه العصافير تزقزق، فهمتي؟ يعني السيمبوليزم ديال انك يمكن لك تحبسني فيزيكمون الذات ديالي يمكن لك تحبسها، ولكن عمرك تقدر تحبس الفكره، عمرك تقدر تحبس الفكره حيتاش بوز فكره والفكره لا تموت. المهم فهاد البلان هذا نيت كيبان لك هز داك الكتاب اللي ما كنظنش عنده علاقه بالكتاب اللي كان بان في التيزر ديال 112. كان كتاب واحد اخر فيه داك اللعيبه ديال دو لوم فغي شي حاجه بار لو شومان لوم فو شي تخربيقه بحال هكا. هاد الكتاب هذا ما فيهش بالحق، فيه واحد الساعه رمليه اللي كنظن غير المعنى ديال ان كامينسون جايه قريبا. بوز ما عرفتش واش هاد البلان هذا دار عشوائي ولا طنز على البلان ديال ديما تيقولوا لي قامي جا كروات، ولا داك التيشيرت اللي كيلابس كيعبر على داك الجيم اللي لعبها، فهمتي؟ بوز غيكون واقيلا عزيز عليه البلان ديال استراتيجيه اللعيبات، سورتو الا شفنا اللعيبه اللي كاينه من مورا هنايا لتحت من الكاميرا ديالي. دونك لي جو استراتيجيك، لي جو ديال الدماغ داماك تاع داكشي بلدي، فهمتي؟ ماشي الشطرنج داما. موراها كيدوز البلان على واحد المقوله في هذاك الكتاب تيزر ديال 112 اللي كانت فيها المقوله ديال صاحبنا. هذه المقوله ديال جواد عصراضي من عنده نيشان كيقول لك نمور كل باي باي طياره الدماء والسلام الميراج طلقه ميترايوز تاريخ كاتبو الالم. علاش عندنا قريتها بهذه الطريقه روبوتيك؟ حيت تو سامبلومون هذا البلان هذا جاني في شكل ديال كاينه جمله ما فيهاش نقطه ما فيهاش فاصله ما فيها حتى شي حاجه، وهذا البلان جاني في شكل حيتاش هذا البروجي جاتني تعطاتو الاهميه للتفاصيل بزاف، فيه واحد لي ديتاي صغيورين وكيفاش ديتاي كبير بحال هكا زعما غيكونوا غير غلطوا فيه، باش ملي كتقراها راه كتعاني معاها شي شويه كيجيك بعدا حتى معنى. مي كنظن هذه فيها شي لعبه شي لغز خاصو يتحل. ديك البلان ديال وحده هذه وحده في البير، داك البلان ديال انه كيبقى على سباس ديال التاويل انت اولتيها في كما بغيتي، يقدر يكون فيها واحد دوبل سونس على حساب كيفاش قريتيها. موراها ديريكت كيجيك البلان اللي فيه طونوبيل داخله في حجره تما في جبل دايره قصيده وطايح عليها الثلج بزاف. هذه ريفيرونس واضحه ومباشره لاكسيدون اللي كان وقع قبل 112. البلان ديال ان طونوبيل ديجا داخل فيها الثلج لداخل ومغطيه بالثلج يمكن هي تاويل من عندي، ما كيبان لي بحال راه مده وهي تما. واش الناس ما جاوش يعاونوا يشوفوا شنو واقع في وسط الطونوبيل داك الناس اللي حاصلين تما، او لا غير حيتاش منطقه معزوله؟ شنو السيمبوليزم ديال هذا البلان هذا؟ في نفس الوقت هاد لاكسيدون هادي راه وقعت شحال هادي قبل 112، دونك يقدر يكون هاد البلان هذا ديال سكيتش فيه تسلسل ديال الاحداث ديال في 112 عاود ليك شنو وقع قبل 112، وفي هاد الاو بي هادي غيعاود ليك شنو وقع من مور 112. واحد البلان واحد اخر اللي انا فاش بقيت كنزومي كنقلب على التفاصيل التويشيه بان لي غير هنايا بويديري صغيور ما كيدير حتى شي حركه، راه واقف تيشوف من بعيد. باش نقول لك التفاصيل وهاد لي ديتاي جاتني صعيبه ان جمله تحط هكاك بلا نقطه بلا فاصله ويكون غير غلط. ما علينا، دوز حيد. من موراها مباشره كيدوز البلان للسبيطار، واحد اللقطه اللي عجيبه وغريبه. فهاد اللقطه هذه كيبان لنا ثلاثه د الحوايج. اول حاجه هي 112 الباب ديال لا شامبر اللي كانت فيها الاو بي 112 زعما فين كان بوز لداخل الديكتافون حداه، غير هو الفرق هذيك الاو بي هذه كان بويديره معاه في وسط البيت وهو تيهضر في الديكتافون. دابا راه خارج داك الغرفه هذيك على برا كاين بويديره بانت لي انا قالت لبويديره شي حاجه. دابا انت عدنان كيفاش عرفتيها بويديره باينه حيتاش دايره، فهمتي؟ البلان كيوت مقيبط كذا التويشيه ديال الفتيات، وهي قالت له شي حاجه بويديره قالت لبويديره شي حاجه باش عرفتيهم اصلا دواو. الحشرات كتكومونيكي ببعضياتها بداك لي زونتين لي زوند، فهمتي؟ بحال النمل بحال بزاف ديال الحشرات واحد اخرين. دونك لاحظ معايا شنو وقع هنايا. جا تيرين لقاو لي زونتين وهي اللي قالت له شي حاجه اللي خونا غير سمعها قال لها ياه وعلق، قال لها اوكي
هولد ماي بير غيمشي بوديرع كيكريط. قبل ما نشوفوا فيلم بوديرع غادي كيكريط غادي ندويو على هذا السامبول هذا اللي في دارو. السامبول اللي اكثر اهميه زعما هو السامبوليزم ديالو هو ديال في فور فونديتا الفيلم اللي كندويت لكم عليه. هذا هو اللوغو ديالو. سامبول اللي هو نفسه شداتو الفكر ديال لانارشي ولا المنظمه ولا كيفاش تسميهم، حيت ما عندهمش حتى شي قائد، ديما كتبقى الفكره اللي هي الكونسيبت. هنا هي الفكره والفكره لا تموت، فهمتي؟ ما كاينش شي واحد اللي غادي يسقط للشاف وغادي يمشي واحد كيجي واحد حيت الفكره وهي نفس اللوغو نفس الفكره اللي كانت بناتها انونيموس اللي حتى هما ما عندهمش واحد الشاف ديالهم، فهمتي؟ اي واحد يقدر يريفونديكي راسو بانه مع انونيموس، ما عندهمش واحد اليارشي ديال هذا فوق هذا فوق هذا. ما علينا. بوديرع مشى كيكريط فين واحد اللقطه اللي بانت فهمتي بشويه على الواحد ومشات، ولكن بما انني تيليشارجيت الفيديو بقيت كنمشي معاه فريم بار فريم مريض في كريتي انا مسالي ما عندي ما شديتها ديجا. التفاصيل اللي كندويو عليهم، شوف الرفله ديالها كيبان لك في الارض قبل ما يوصل ليها، فهمتي؟ قبل ما يوصل ليها راه ديجا كيبان لك الرفله ديالها. وكندوي على العلامه ديال اكزيت والباب اللي شويه محلوله، فهمتي؟ بحال ترعه، بحال بنادم غيفلت غيهرب، فهمتي؟ بنادم سر كان هنا. بوديرة غيمشي لداك اكزيت، داك اكزيت اللي حتى هي كان عندها سيمبوليزم كبير في الباب الاخرى اللي غيخرج منها ترومان في الفيلم ديال ترومان شو، من داك الاستوديو اللي كان عايش فيه، داك الوهم والكونفور اللي كان عايش فيه لواحد الحقيقه مجهوله. من بعد ما اولموست كان غادي يغرق في البحر، غادي تجينا البلان اللي فيه السميه ديال التراكات. حاتم ستوريات في انستغرام كان قال بلا راه كاينين فيتات خصهم غير يتكونفيرماو، هاد الفيتات ما كاينينش هنا. الشيء اللي كيخليني نقول راه ماشي هي هادي التراك ليست فينال، ضروري ما غادي يكون فيها تغييرات، مي كوميم غادي نشوفوها حيتاش 7 اتيرات لاتونسيون ديالي كتثبت لي بلا الطريق اللي مشى فيها التاويل ديالي راه كاين فيها شي حاجه من الحقيقه واخا تكون غير 5%. ترومان شو اللي هي السميه ديال الفيلم، كفاشه اللي كتبين لينا بلا بوز غيعاود لينا على داكشي اللي وقع من مور 112 وعاود لينا على الاكسبيريونس ديال الحبس، لان كفاشه هي واحد الماكله كتكون في الحبس، الدراري اللي مدوزين راه ما عارفينها. هاد التراك ليست كتقول لي بلا يمكن يكون كليب هاد الاو بي هادي، حيتاش بوز ملي دوا على هلوسه 5 في البيف ديالو مع فيغو كان قال بلا هلوسه 5 غادي تخرج كليب. فيجوالز باي حاتم بايا تيم، يعني راه حاتم والتيم ديالو خدامين مع واحد الدراري شراوت ليهم. ساوند باي تي سلاك، وشراوت الايوب تي سلاكس لان فهمتي دابا راه خرجنا من النطاق ديال البرودكشن وتي سلاك ايوب لك واحد اللعيبه ديال الموفي ساوند تراك، فهمتي؟ واحد الاحاسيس اللي كتبيهم فاش كتكون كتفرج. ما علينا ما نخرجوش على الموضوع. مورا ديريكت البحر كر معايا ترومان شو كان فاش خاصو يخرج من داك الاكزيت كان خاصو ضروري يدوز من واحد البحر اللي كان هو عنده التروما ديالها، والمخرج كان دار ليه واحد العاصفه اصطناعيه باش يمنعو من انه يخرج. كتبان لك واحد الشميعه، فهمتي؟ الضوء في اخر النفق المظلم وما كتبانش بزاف، ما الا ركزتي معاها غيبان لك بوديرع كيعاني هنايا، فهمتي؟ بوديرع تيغرق، وداك بوديرع ديما تيخليوه في الباك جراوند اللي مخلياني انا ما عارفش انا واش هذاك بوديرع هو التحول ديال بوز ولا شي واحد شي حاجه كتحكم وملي كيبان لك بوز راه داك الكاركتير ديال جواد، وهاد بوديرع هو اللي متسلط على الدماغ ديالو كيخليه يدير شي حوايج بطريقه او باخرى. سيرتو ان الكونسيبت ديال ان جود باي، فهمتي؟ بسلامه الله يعاون بنادم كاع مشى في شي تاويلات لا يديرها راه عندنا عزيز. كيبان لي ان اكثر بلا هنايا بوز بغا يوصل لك شويه واحد الفكره ديال الفرق ما بين جواد الانسان وبوز الارتيست، فهمتي؟ بغا يفصل بيناتهم ويقدر صافي توصفها على بوز يكون يا اما هو حقيقي ولا ما يبقاش يرابي، ولا يجبد لك شي كاركتير واحد اخر ما يبقاش يرابي. هذيك مستبعده بزاف لان انا عارف هاد الفيس اون فوا كيدخل في شي واحد راه ما تيزوش. ما علينا. بوديرع كيعاني من بعد غادي يخرج، ملي غادي يخرج كيبان لك خرج من وسط واحد الجمجمه. الا عاوتاني درتي الاسقاط على البلان ديال ترومان شو غادي تلقى بلا خرج من داك الاستوديو اللي الا عقلتي كنت قلت لك قبه حديديه، هنا فعاود قبه حديديه في الجمجمه. ترومان خرج من واحد الكونفور اللي كان عايش فيه لواحد العالم اللي صعيب، فهمتي؟ باش انه يتادابطا معاه. وبوديرع ملي خرج، فهمتي؟ لقى عاوتاني غير الصحراء،
دابا جا ما وصلوا. ولكن عاوتاني كيرجع هنايا علاش الاختيار ديال بودارع ككاركتير. بودارع تنعرفوه هو واحد من الا ما قلت لك الوحيد اللي يقدر يسيرفايفي اي كونديسيون حطيتيه فيها. دونك بالنسبه لبودارع الصحراء ماشي مشكله، راه غادي يقطعها. كيبان لك تما واحد داب مشتت بحال قلتي العالم ديال ماد في واحد الطراك ديالو فهمتي. ولا تقدر تشوفوه من المنظور ديال فيلم جوكر مثلا، اصحاب الجاه والمال كيموتوا في الاخر وما كيدوش معاهم فلوس. من هنا غادي نساليو الشرح ديالنا، وعاش الراب ولا عاش من خانو. نخليك نتايا تربط النقاط ونخليك انت دير الاسقاط، حيت انا عاوتاني ما غاديش نقول لك كلشي فهمتي، سينو غادي نقتلوا الحلاوه ديال داكشي. عيش مع راسك وشوفوا الفيديو الجاي. السلام عليكم. نور طاقة في كادافر جاتو سالات لي ميسيون الوداع جواد عيش.